الآن هل الإسلام يفرق بين أرض إسلامية وأرض أخرى؟ قل لا، لأنه ما تحتاج، هذه بديهيات كالشمس في ربة النهار. نعم. صح؟ نعم. طيب، لماذا السعودية لم تستعن بالأمريكان في حل مشكلة الأفغان؟ لماذا؟ لأنها ليست أرض السعودية. صح؟ ولا يبحثون عن الإسلام أصلا. ما أجبتني. صحيح شيخ. أنا أسألك صح، بتقول لي لا، بتقول لي نعم. قناعتك، أنا ما أفرض على الإنسان رأيي أبدا. لماذا لم تستعين؟ لأنها ليست أرض السعودية. كويس. ثم أقول وهو أغرب، لماذا لم تستعين السعودية بالأمريكان لطرد اليهود من بلاد الإسلام والمسلمين والمسجد الأقصى، ونحن تخدرت أعصابنا من كثر ما نسمع ثالث الحرمين الشريفين في السعودية وفي غيرها. لماذا لم تستعين السعودية لإخراج اليهود من فلسطين؟ لأن الأمريكان هن اللي في فلسطين ما غيرهم. صح ولا لا؟ ولا عندك ريب الظاهر شوي؟ لا ما عندي ريب شيخ. خليها تكون كلمة يكون في هذيك الحرارة. أصلا هي يعني الحقيقة فتنة شيخ يعني عظيمة يعني مو بس فتنة عظيمة، الفتنة العظيمة بتكون عظيمة لو أنه الأمريكان هاجموا بطياراتهم ودباباتهم كل سلاح السعودية واحتلوها بإيش؟ بالقوة. هذه فتنة بلا شك عظيمة. لكن الفتنة الأعظم أننا نتجاهل الواقع المؤلم، فيضرب بنا المثل بالنعامة التي يقولون عنها من حماقتها وجثتها كالجمل. ترى الصياد فتدخل رأسها في الرمال فتظن أنها ما دامت هي لا ترى الصياد فالصياد لا يراها. فهذا الأمريكان دخل بمكره ودسائسه المتنوعة التي لا حصر لها، دخل للسعودية. بكفي أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عندنا قدر نرد هالجيش العرمرم من الأساطيل البحرية والجوية إلى آخره. أما أن نقول هذا جائز وهذا ضروري والضرورات تبيح المحظورات، ونصب ونستعمل كل وسائل الإعلام ما على أنواع المعروفة لديكم، ونستغل أفاضل العلماء في استصدار الفتاة منهم اضطرارا أو اختيارا، هذا ما نعرفه بينهم وبين ربهم، أنه هذا أمر واجب وضروري. هذه الضرورة متى حصلت؟ لما عزم العراق فاحتل الكويت وخشي السعوديون أنه يحتلوا كمان الأراضي السعودية. وما بال أفغانستان؟ هذه ليست أراضي إسلامية. لماذا هذه الحرارة لم تظهر إلا بهذه المناسبة؟ إذن الحركات كلها ليست إسلامية. أنا يكفيني أن أقول لو لم يكن هذا الحديث لن أستعين بمشرك، أقول هذه التصرفات ليست إسلامية، لأن الإسلام لا يفرق. ونحن حينما نلقي محاضرات على جماهير المسلمين نتفاخر بأن الإسلام لا يعرف الإقليمية، لا يعرف البلدية، لا يعرف القبلية إلى آخره. لو في أقصى الشمال وأقصى الجنوب غزي أرض مسلمة فعلى جميع المسلمين أن يندفعوا للدفاع عنها. كلام هذا مسطور في بطون الكتب، لكن اليوم لا محل له من الإعراب كما يقول علماء النحو إطلاقا، لأن البلاد الإسلامية صارت اليوم دويلات، والدويلات هذه كل واحدة تصرح خلاف الحكم الشرعي. نحن ما بنتداخل بإيش؟ بالشؤون الداخلية. هذا مو إسلام. والآن كيف يسمح الإسلام للأمريكان أن يرفعوا الصليب في بلاد التوحيد؟ كيف يسمح؟ كيف تنزل النساء عاريات كاسيات عاريات في الشوارع؟ وأخيرا شو كيف؟
ايوه، وقال عيد بوش عيد عيد الميلاد تبعهم في السعودية. هذه قبل. أما الآن عيد عيد الميلاد هناك. المهم بارك الله فيكم، القضية خطيرة جدا، لكن حنانيك بعض الشر أهم بعض. حينما يحتل العدو أرضك وأنت تؤمن أن هذا الاحتلال رغم أنفك، فتحاول ما استطعت من الوسائل أن تتعاطاها لإخراجه يوما ما. أما إذا كنت تعتقد أن هذا حاميك، لا، أنت راح تقول له أهلا وسهلا وجزاك الله خير. ولا يكفيكم أن تعرفوا هذه الضلالة الكبرى، أنهم يعلنون أنهم استعانوا بالدول الإسلامية والدول الصديقة. من هي الدول الصديقة اللي استعانوا بها؟ أمريكا وبريطانيا. طيب، هذول صديقة للمسلمين وهن سبب البلاء الذي نزل في فلسطين. يا جماعة اتقوا الله، فاتوا أعينكم، لا تغلقوا عقولكم. هذه مصيبة الدهر. التاريخ الإسلامي لا يعرف مثل هذه الحادثة أبدا. إنا لن نستعين بمشرك واحد، مش نستعين بالدول العظمى بيدفعوا البلايين مملينة في سبيل احتلال الأرض بالدماء والأموال من آخره، فقدمت إليهم لقمة سائغة. وستعلمون كيف نذير. هل ستخرج فعلا كما يذاع الأمريكان إذا ما الكويت رجعت إلى أهلها، ونرجو أن يكون ذلك قريبا، وخرج منها العراق؟ يخرج العراق من الكويت لكن مقابل ثمن يدفع له، ولا بد من هذا. وعلى كل حال سيخرج من الكويت كلا أو جلا أو بعضا أو جزءا، هذا للتاريخ ندعه. لكن الأمريكان سوف لا يخرجوا من السعودية مع الأسف الشديد. مع ذلك نحن نبرر هذا ونقول يجوز. ايش الدليل؟ استعان يدل على الطريق. الله أكبر. ايه المفسدة أي مفسدة في الاستعانة بدليل خريج كافر لا يخشى منه أي ضرر؟ أما الاستعانة بالكفار وبأقوى دولة على وجه الأرض ونسلمهم أراضينا المقدسة بحجة أنه ما بيطلع بيدنا نحن ننتصر. كما قلت أنت آسفا، أنا آسف، قلت أنه هذا الصدام ما بيقدر السعوديين يقفوا أمامه، وأنا بقول آسفا نعم، لكن ما هكذا كما قيل أوردها سعد وسعد مشتمل. ما هكذا يا سعد تورد الإبل. نحن الآن نستأنف الأمر. ما حكم الشرع فيما إذا أراد العراق أن يغزو السعودية؟ هل يجب على السعوديين أن يتعاطوا كل أسباب القوة والجهاد والقتال لمنع صدام من احتلال البلاد هذه، وأن يستعين السعوديون بالدول الإسلامية؟ من استجاب منهم ومن لم يستجب هذا أمر ثاني. ولا رأسا يستعين بالكافر؟ وين انفروا خفافا وثقالا؟ ما فعلت شيء من هذا إطلاقا. ثم هل استعدت لمثل هذا اليوم الأسود؟ السعودية طيلة هذه السنين الطويلة التي رزقها الله من الأموال ما تحار قلوب الناس كلما تأخر الزمان. فنسمع أنه أعطوا الدولة الروسية اللي كانت أعدى عدو المسلمين كذا مليارات وهو إلى آخره. هل استعدت لمثل هذا اليوم؟ لا، هي تفخر الآن أنها أرقى دولة في الدول العربية، أو اللي بيسموها الدول النامية، أو شو بيسموه كمان العالم الثالث. فهي أرقى دولة من هذه الدول من ناحية اقتصادية واجتماع، ومن ناحية دينية، ومن ناحية استعداد للجهاد في سبيل الله، على الأقل لدفع صائرة العدو، مش الجهاد اللي كنا عم نشترط نحن أن يكون في عليه خليفة للمسلمين مبايع منهم. فإذا ما قصر المسلمون للقيام بواجب الدفاع عن بلادهم وعن أعراضهم، فهل هذا يسوغ لهم أن يستعينوا بالكفار وفي ذلك فساد بلادهم وأعراضهم أيضا؟ والاحتجاجات التي قدمت من بعض النسبة هناك
وأنهم لا يريدون المفتين العمل الأعين إلى آخره.